بشوف ناس كتير جدا تخش تسالني على كاميرات وعايزه كاميرات تبدا بيها شغل ومش عارفه تبدا بايه بالظبط، ومعظم الناس اللي بتخش عايزه دايما كاميرا في رينج 4000 جنيه، في رينج 4000. يا جماعه عشان خاطر النبي مفيش كاميرا ب 4000 جنيه، والله ما في كاميرا ب 4000 جنيه، ولو لقيت كاميرا ب 4000 جنيه هتلاقيها بتصور ب 12 ميجا بكسل او ب 10 ميجا بكسل، حاجه كده ما ينفعش تكون كاميرا اصلا، ما تسماش كاميرا، ده لو لقيتها يعني، ولو لقيتها كمان هيبقى الموبايل اللي معاك بيصور احلى منها 50000 مره. فليه يعني انت راجل داخل على مشروع زي كده، او داخل ده اسمه مشروع، انت داخل تشتري كاميرا، ده مشروع. عارف يعني ايه مشروع؟ يعني انت بتشتري كاميرا تمام، هتطلع تصور بيها او تشتغل بيها، الصوره بتتصور ب 20 جنيه، يعني لو صورت 50 صوره بلاش 50 صوره، لو صورت 20 صوره في 20 جنيه ب 400 جنيه تمام، فانت جبت 400 جنيه ممكن تجيبهم معلش في نص ساعه، لو انت في جنب منك كافيه، لو انت في جنب منك نادي، لو انت في جنب منك استاد، لو انت في جنب منك مثلا اي حاجه كبيره ناس بتتجمع عليها، ممكن تنزل تصور بيها وتجرب بنفسك. فمش معقول هتنزل تشتغل بكاميرا ب 4000 جنيه عشان تدخل كل يوم 500 جنيه و600 جنيه بكاميرا ب 4000 جنيه، مش معقول، مش هتطلع معاك صور حلوه. ولو صورت بيها وطلعت معاك صور وحبيت تديها للناس، الناس مش هتصور عنك تاني، لان تصوير الكاميرا مش هيبقى حلو. فانا بعرض عليكم صور كاميرا زي كده، لو انت عايز تبدا ابدا بكاميرا زي دي، دي كاميرا اسمها 600 دي، الكاميرا دي كويسه جدا تقدر تشتغل بيها، الكاميرا دي شغلها ممتاز جدا، بتصور ب 18 ميجا بكسل، انا مش طالع بقى حالك، انا طالع اعرضها بس اوريك مميزات الكاميرا. الكاميرا دي بتشتغل بشاشه متحركه، تقدر تتحرك الشاشه الاتجاه اللي انت عايزه، تقدر تصور بيها فلوجات، تقدر تصور بيها على اليوتيوب، تقدر تصور بيها فيديوهات، تقدر تصور بيها صور، لانها بتصور صور وفيديوهات. الكاميرا دي ممتازه جدا، كمان بتغير العدسات، ممكن تخلع العدسه دي تجيب لها عدسه ثانيه، لو انت مثلا حابب ان انت تغير العدسه تخلع العدسه دي وتركب لها عدسه ثانيه، بيركب بقى عدسات عليها كتير جدا، ممكن تشتغل بعدسه 50 مللي، فانت ممكن تبدا بكاميرا زي دي. ده بكاميرا زي دي بكام؟ الكاميرا زي دي تلاقيها ب 8000 جنيه، ب 8000 جنيه او ب 9000 جنيه بس، والله العظيم هتطلع معاك شغل جبار. ولو حبيت ان انت تطلع من الكاميرا دي هتطلع وتعلى حاجه احسن من كده، لكن عشان تبتدي بكاميرا ب 5 6000 جنيه مش هتطلع معاك شغل حلو من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه برضه مش، انا ما بشجعش الناس اللي تكون داخله المجال جديد قوي في الكاميرات القليله اللي هي مثلا زي ال 300 او زي ال 3200 او ال 1100، لان الكاميرات دي بتبقى معظمها يعني فيها عيوب كتير جدا. زي ايه مثلا؟ بيبقى مثلا الكاميرا تلاقيها انجليزي انت مش عارف تشغلها، ولو انت عارف تشغلها ما انتش فاهم الضبط بتاعها ازاي، اظبطها ازاي، ما هي انجليزي، وهي اصلا ما نزلتش نسخه عربيه انجليزي، دايما بتنزل بعدسه 1855 اللي هي فيرجن 1 اللي هي القديمه اللي قوي، حتى العدسه اللي معاها ما بتبقاش كويسه. فشيل كاميرا زي كده. لو انت عايز تبدا مثلا بكاميرا نيكون كويسه ممكن تبدا مثلا بكاميرا 3400 او 3300، الكاميرات دي بتبقى كاميرات عربي وكويسه وبتصور ب 24 ميجا بكسل. ودايما يا جماعه اما تحب تبدا ما تسترخصي، اقول لك تاني ما تسترخصي، دايما اصرف على المشروع بتاعك اللي انت شغال بيه، لان ده انا بسميه مشروع، انت داخل تصور فده اسمه مشروع، هتصرف على مشروع. هتجيب كاميرا مثلا زي كده ب 8000 جنيه، هتجيب لها فلاش، هتجيب لها بطاريه ثانيه، هتصرف مثلا معدات ب 12000 جنيه، بس معلش هتنزل تشتغل في الشارع هتطلع صور كويسه، هتلاقي